السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. قبل ما نبدا كنتمنى من اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه، يفعل جرس التنبيهات، وما تنسونيش بلايك وتعليق زوين. اليوم غادي نقترح عليكم واحد التحليه اللي كتجي خطيره من نوعها، كتجي لذيذه بزاف، تحمر الوجه، ما تشبعوش منها. الا جربتوها توليو مدمنين عليها، تعجبكم لا ليكم لا لوليداتكم. وإلا ضاقها عندك شي واحد راه ما يخرج حتى يطلب لك المقادير. المكونات ديالها بساط واقتصاديين ومتوفرين في كل بيت، وطريقه التحضير ديالها ولا اسهل. كما قلت لكم راه كتجي زوينه بزاف ولذيذه بزاف. جربوها على ضمانتي. تقدروا ديروها باي نكهه بغيتو. انا هنايا اختاريت انني نديرها معكم بالنكهه ديال الفراوله. تقدروا ديروها بالشكلاط، الكراميل، الموز، النكهه اللي حبيتو ديروها. المهم بجميع النكهات كتجي ولا اروع. ندوز معكم دابا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاج لها هي البسكوي، نشا، وغادي نحتاج الفلون كما قلت لكم من النكهه اللي بغيتو. هانتوما تشوفوا المكونات راهم بساط وماشي شي حاجه اللي كثيره بزاف. غادي ناخذ البسكوي وغادي نحاول انني نهرمشو هكا غير بيدي. غادي نخليه قطع كبيره. ما تطحنوهش بزاف، ما ديروهش في الهشوار ولا. كنحتاجو هكا يكون القطع ديالو كبار شويه على هذا الشكل هذا. نتوما تشوفوا راني هرمشتو غير بيدي، يعني ما هرمشتوش بشي حاجه ولا. صافي. المهم الكميه راه كتبقى على حسب الكؤوس ديالكم اللي غادي ديروا. هانتوما تشوفوا غادي نهرمشوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز نحضر الكريمه اللي غادي نحتاج فيها 2 معالق كبار ديال النشا يكونوا عامرين مزيان على هذا الشكل هذا. نتوما تشوفوا راه مقببين. ودابا غادي ندوز نضيف الفلون. غادي نضيف هنايا انا 2 علب ديال الفلون. انا هنا كما قلت لكم راني اختاريت انني ندير نكهه ديال الفريز، ولكن كيبقى النكهه على حسب الاختيار ديالكم. يعني انا مجرباهم بالبنان، مجرباهم بالنكهه ديال الكراميل، كيجيو كاع زوينين بزاف. المهم هنا راه بناتي اختاروا انني نديرو نتاع الفريز. صافي. هنايا كما قلت لكم كتضيفوا 2 علب ديال الفلون، وهنايا كتضيفوا السكر كيبقى على حسب الرغبه. انا درت 6 المعالق ديال السكر. تقدروا تقلوا، تقدروا تزيدوا، داكشي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. صافي. كندمج هاد العناصر واحد شويه هكا غير باش ندخل داك النشا مع السكر، باش فاش نضيف الحليب ما يديرش دوك الحبيبات. وهنا غادي ناخذ لتر ديال الحليب وغادي نضيفه بالتدريج لهذا النشا والسكر داكشي. المهم كنضيف واحد شويه ديال الحليب وكنخلط باش ما يتكتليش الخليط. عاد من بعد كنزيد الكميه المتبقيه ديال الحليب. المهم المجموع ديال الحليب راه هو 1 لتر. صافي. هنايا وغادي نرده فوق البوطه وغادي نبقى مستمره في التحريك حتى غادي يبدا كيغلي وكيختار الخليط واحد شويه. صافي. المهم هنايا راني هانتوما تشوفوا هنا بعد ما غلا الخليط وضاعف الحجم ديالو، عفوا ماشي ضاعف الحجم ديالو، بعد ما غلا والقوام ديالو عقد. هنا كنخرجوا كنضيف له واحد المعلقه ديال الزبده وكنبقى ندوبها فيه. راه كتذوب غير بمفعول الحراره ديال الكريمه. هنايا كناخذ واحد 2 كيسان ديال العنبه من هاد الكريمه هادي وكنخليهم على جنب. هادو غادي نحتاجهم من بعد للتزيين. صافي. ودابا غادي ندوز نخوي ديك الكريمه ديالي في الكؤوس نتاع التقديم اللي غادي نقدم فيهم، اولا لي فيغين، ولا فاش ما غديروا بغيتو كاع ديروه حتى بحجم عائلي، ديروه يعني في طاوه واحده تقدروا ديروه ماشي مشكل. مهم غادي نخوي الكميه بالتساوي في الكؤوس اللي عندي. هانتوما تشوفوا شحال خرجت لي، يعني خرجت لي 4 كبار. هادوك اللي كيظهرهم كبارين بزاف، وخرجت لي هاد الصغار هادو. عاد راه باقي شاط لي الخير عاد. المهم انا غادي نبقى مستمره كنكب الخليط حتى كما قلت لكم بالتساوي في الكؤوس على هذا الشكل هذا. صافي. ودابا داك البسكوي اللي كنا هرمشنا في الاول غادي نبقى ناخذ منه واحد شويه بشويه، وكندير فوق الكؤوس كندير واحد الطبقه هكا ديال البسكوي ما حدو الخليط عاد باقي سخون، باش هكا البسكوي كيدخل في الكريمه لداخل، يعني كيندمج مع الكريمه ما كيبقاش طالع الفوق. صافي. على هذا الشكل هذا غادي نبقى مستمر حتى كنسالي الكؤوس كاملين على هذا الشكل. صافي. وغادي نخليهم هنايا على جنب حتى كيبردوا.
هنايا بعد ما برد لي داك الفلون اللي خليت على جنب، اللي كنت قلت لكم عبروا 2 كيسان وخليوهم بوحدهم. دابا غادي ناخذو. المهم راني في الاول خليته فوق سطح العمل حتى خدا الحراره ديال المطبخ، ومن بعد درته في الثلاجه حتى برد مزيان مزيان. صافي انا كناخذ داك الفلون كنديرو في واحد الاناء ولا فاش غادي نطربو، كنضيف له واحد 5 المعالق ديال الكريم شونتيي. تقدروا تعوضوها بالكريمه السائله الا ما توفرتش عندكم هذه. وصافي وكناخذ الطراب الكهربائي وكنبدا كنطرب داك الخليط حتى كيطلع وكيعقد وكيضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل هذا. المهم غادي نبقى مستمره حتى غادي يضاعف الحجم ديال الكريمه. هانتوما تشوفوا هنايا بعد ما ضاعف الحجم ديالها. صافي هنايا غادي ناخذ واحد البوشادوي وغادي نديرها في واحد الكاس هكا كبير باش يساعدني انني ندير الكريمه في البوش بلا ما تعذبني. المهم انايا هاد لادوي هي اللي اختاريت. هانتوما تشوفوا كي داير الشكل ديالها. صافي هنايا الكؤوس ديالي بعد ما بردوا مزيان راني حتى هما خليتهم فوق سطح العمل حتى خداو درجه الحراره ديال المطبخ. ومن بعد دخلتهم للثلاجه وخليتهم بردوا مزيان مزيان. هنايا بما انني خدمت بالفلون ديال الفريز، غادي نبقى في الاطار ديال الفريز. غادي ناخذ هنايا هاد الصلصه ديال الفريز اللي كناخذها جاهزه، وغادي ندير منها طبقه فوق داك الفلون اللي درت على هاد الشكل هذا. صافي ودابا غادي ناخذ الكريمه وغادي نبدا كندير هكا واحد الوريضات للفوق على هاد الشكل هذا. المهم غادي نبقى مستمره حتى كنسالي الكؤوس كاملين. صافي على هاد الشكل هذا. دابا غادي نخليهم كيبردوا على خاطرهم. وهنايا ها هما فاش خليتهم يعني في الثلاجه حتى بردوا وشدوا بعضياتهم مزيان. ايوا وهنايا زينتهم بهاد لي تويل هادو، درتهم في اللون الاحمر وزينتهم شويه ديال الصوص ديال الفريز من الفوق. نتوما تشوفوا المنظر ديالهم تبارك الله كي كيجي زوين بزاف، كيجيو كيحمقوا. المنظر ديالهم كيجي غزال. راه في الواقع حسن من التصوير، خصوصا مع هنايا كنت كنصور بالليل. داكشي بحال ما كيعطيهمش الحق ديالهم في الجماليه ديالهم. المهم هانتوما تشوفوا كيجيو دايرين الطبقات كيجيو زوينين بزاف. ودوك التويل حتى هما كيجيو فوقهم زوينين، يعني كيعطيوهم واحد اللمسه زوينه. وبالنسبه للمذاق راهم كيجيو خطيرين، كيجيو لذاذين بزاف، كيجيو كيبردوا على الخاطر. كنصحكم انكم تجربوهم. وانا متاكده راه الا جربتوهم راهم غادي يعجبوكم. وكما سبق لي قلت لكم راه كاع النكهات اللي يعني راني جربت كاع النكهات كيجيو زوينين. غتبقاو تبدلوا غير على حسب النكهه ديال الفلون. وهاد الصوص ديال الفريز يعني غادي تبدلوه، بحال درتو كراميل راه غديروا كراميل وهكذا، درتو الشكلاط غديروا الشكلاط. ايوا المهم راه كنصحكم انكم تجربوهم حيت كيجيو زوينين بزاف، وجربوهم جميع النكهات وغادي تعرفوا على ما راني كنهضر. المهم دابا انا راني وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى تدعموني وتبارطاجيو قناتي مع احبابكم مع اصدقائكم. وما تنسونيش بلايك وتعليق زوين. على امل لقياكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.